دقائق اللعب اللي لعبوها لاعبين المنتخب السعودي اللي بدوا 11 لاعب من بداية الموسم، طبعا مع أنديتهم دقائق اللعب فقط مع أنديتهم. علاهم سالم 3200 دقيقة، نواف بوشل 2400 دقيقة، فيصل الغامدي 2000 دقيقة، 2052 مصعب الجوير 2128، يليه فراس البركان 1900، حسن كادش 1800 وشيء، ناصر الدوسري 1500، حسان تنبكتي 1400، ومن ثم باقي لك ثلاث لاعبين: ايمن يحيى 816، نواف العقيدي 720، سعود عبد الحميد 528. يعني النسبة جيدة على المحترفين اللي موجودين، نسبة جيدة وعلى السابق. لكن ابو الوليد حتى لو يعتذر بنسبة المشاركة، احنا لما نرجع في الفترة السابقة لتقييم ريناد مع هذه اللي حاط هو عذر ان اللعيبة ما يشاركون بشكل دائم. لما ترجع لما كانوا اللعيبة يشاركون بشكل دائم، اللعيبه في 2018 2019 2020 مع ريناد ما كان على المستوى التهديفي نفس الحكايه. طيب انت الان بالنسبه لنا الان في مباراه مثل هذه، خلينا ناخذ النقطه الايجابيه، ما نكون سلبيين. الاهم 3 نقاط ولا الاداء؟ لا 3 نقاط بس. اللي يخوفك ابو الوليد ان الاداء هذا يعني ما هو استكانه على قولتهم. الثلاث مباريات القادمه بهذا الاداء اللي امام البحرين، اليابان، بكرر مره ثانيه، البحرين، استراليا، كم نقطه تجيب بالاداء اللي اليوم؟ والله صعب، والله ممكن، والله اذا كنت محمد قال صفر، اذا كنت متفائل ممكن 4 نقاط. 4 نقاط انا اذا كنت متفائل ممكن 4 نقاط. انا بهذا الاداء بالاداء اللي اليوم، بالاداء اللي اليوم. شوف اليوم هو يقول ما احنا تحت ضغط المدرب، صح؟ لا احنا تحت ضغط اليوم. حتى يمكن اللي انت قلته وسؤالك انه لما سجل هدف يخاف انه يستقبل. صحيح. انا قلت لك في اثناء المباراه وانا متفرج، واللي سالته بنفس الطريقه، يعني معناته ان اللاعبين بيحافظون على النتيجه، اهم شيء عندهم 3 نقاط. لكن قدام اليابان ند الند. اعتقد ان اللاعبين اللي ضيعوا الفرص اللي اليوم صارت سهله، المفروض لو فيه مدرب. ما جاوبتني انت كم؟ انا اضمن ان الفوز على اليابان اذا لعبت اليابان بالتشكيله الثانيه فانه صعبه. بالتشكيل الثاني، طيب لكن بالتشكيل الاول ما جاوبت. ما اعتقد. ما جاوبت. انا 6. انا امام البحرين لو اخذنا 6 بنتاهل ان شاء الله باذن الله امام البحرين واستراليا. انا اتوقع الامنيه بالنسبه لي ناخذ 7، لكن الصعب اني اشوف ممكن مباراه استراليا هو اللي نقدر نكسبها. طيب ترتيب المجموعه مره اخرى، وابغى اسال فنيا من الافضل ومن الاقل؟ رتبوها لي بالست منتخبات فنيا وتجرد. اليابان اول، استراليا ثاني، السعوديه ثالث، اندونيسيا الرابع. هذا الترتيب النقطي. ابي الترتيب الفني من عندكم، وخليها عشان يتذكرونها الشباب. ابدا معاك محمد الداية. اليابان اول طبعا فنيا. اليابان اول. من الثاني؟ الثاني اليوم على مباراه اليوم. مش نقط بشكل عام على مباراه اليوم. وبشكل العام استراليا، ثم السعوديه والبحرين مستوى، بعده اندونيسيا، والاخير منهم الصين. حمد. انا الياباني يغرد. لا ما حنتكلم. يغرد خارج السرب. انا اشوف فنيات وكوره وطريقه لعب هجوميه، اشوف البحرين بعده احنا، وبعدين استراليا، وبعدين اندونيسيا والصين. انا بالنسبه لي استراليا والسعوديه والبحرين وحتى اندونيسيا متساويين في الاداء. يعني ما في جوله تحس انه في فريق افضل من فريق، نفس الاداء نفس الاسلوب. والصين الاخير، اليابان الاول، حنا في النص الاربعه اللي ذكرتهم هذول المتساويين. فاعتقد انه عشان حتى لو تلاحظوا الترتيب متقارب جدا، وحتى في الاداء وحتى في تطور المستوى تشوف منتخب يتطور ويرجع خطوه في الجوله اللي بعدها. ليش تفسرها بالشكل ذا؟ ليش ما تفسرها كنا خايفين نقبل هدف؟ انا تفسيري ترى اللاعبين كانوا خايفين نقبل هدف، ما كانوا يفكرون يسجلون الثاني. والله يا اخي اذا تفكيرك مع كامل الاحترام لهم والحب، اذا تفكيرك انك تقبل هدف منتخب يلعب ب10 لعيبه في الملعب، فاعتقد تفسير ثاني كذا ما حنروح بعيد. اجل عطني تفسير ثاني. انا والله عجزت. انا وحتى لما سالتني في البدايه قلت لك اخر 10 دقائق ما صنعنا فرص ولا هاجمنا، وهدينا الرتم بشكل مبالغ فيه. انا بالنسبه لي اساسا لو ترجع لريناد من المنتخب السعودي في الفتره الاولى والفتره الماضيه، على مستوى التسجيل ضعيفين.
على مستوى التسجيل. لو ترجع ما في مباراه عندكم ارقام التاريخيه مع المنتخب. اي المنتخب السعودي ما في مباراه فاز في اكثر من فارق 3 أهداف او هدفين بشكل مريح او في. هذا يدلك على اسلوب المدرب في الحاله الهجوميه، في الافكار الهجوميه. هذه ارقام التاريخيه. من 24 35 مباراه 52 مباراه سجلنا 67 هدف. يعني هدف هذا يدلك اقل من ربع. هذا يدلك ان الافكار الهجوميه اليوم، هذا اكبر دليل. المنتخب الصيني ناقص من الشوط الاول، انت ما انت بقادر حتى في المباريات اللي كان يملكها، يعني في الفتره الاولى لما كان المنتخب يلعب اللاعبين، ما هي مع اعذار للاعبين اللي ما يلعبون، المنتخب انهم كانوا لعيبه يلعبون ويشاركون بشكل ما كنا نفوز بشكل. تعرف ايش المشكله؟ انه احنا في مجموعتنا احنا اضعف منتخب مسجل اهداف. ورينا 5 أهداف 5 أهداف البحرين. عفوا، اذا هذه معلومه صحيحه قاتله قاتله على المستوى الفني. احنا سجلنا 4 أهداف. هذه الاهداف اللي لها 24 لليابان، 11 لاستراليا، 6 للسعوديه، 5 للسعوديه اعتقد، 4 للسعوديه، 4 للسعوديه عفوا، 7 لاندونيسيا، 5 للبحرين، 6 الصين. اضعف منتخب تهديفيا. هنا المشكله. كيف حنفوز يا جماعه؟ هذا الدليل ان اقول لك هو ما عنده الافكار الهجوميه ابو الوليد. اليوم سالم يشارك اساسي، اغلب اللاعبين يلعبون اليوم في التشكيله اللي لعبها 90% لاعبين على مستوى اساسي مع انديتهم، على مستوى المشاركه. طيب سؤال، المنتخب السعودي يمكن عايشتوها انتم كلكم، اللي يعيشها مساله فنيه ولا مساله ثقه؟ الثنتين. انا بالنسبه والاكثر والاخطر اللي يعيشها الان؟ الاخطر على الشكل الهجومي ما في شك، ما يعني فنيا انا اشوف فنيا اكثر من ثقه. اكثر من ثقه. اللعيبه ما شاء الله مشاركين وعندهم ثقه وعندهم تجارب وعندهم دوري ما شاء الله محتكين في نجوم العالم حتى على مستوى التجارب. يعني وانا قلت لك 6 ليش؟ لاني انا واثق من اللاعبين انهم امام الفرق القويه تطلع. امام من؟ كيف؟ البحرين قلت لك البحرين واستراليا. اما اليابان اذا لعب بالتشكيل الثاني وريح على الاساسي ممكن انها تصير صعبه، لانه دائما الاحتياط يبغى يثبت للمدرب انه لاعب كويس، وهنا تبدا الفرصه بالنسبه للمنتخب السعودي انه اقل. ولكن لا، حتى الان انا واثق انه المنتخب السعودي رايح ان شاء الله يصير الثاني، وانا من هالطاوله ان شاء الله. طيب هي بس عشان نتكلم، عشان بعض المشاهدين يقول لك لا ليش تنتقدون وما ليش تنتقدون. انا بالنسبه لي بهذا الاداء والله ما نتاهل ولا رابع. لا، في ضغط اليوم. بهذا الاداء ما نتاهل رابع. في ضغط اليوم عمي. بهذا اسمعني، بهذا انا وجهه نظري، قلت وجهه نظرك بتحرمني منها. لا انا اقول تفضل. طيب اذا خلصت عطني المايك واتكلم. اليوم في ضغط. مباراه اليابان انتهت قبل مباراه المنتخب، مباراه استراليا انتهت قبل مباراه المنتخب. احنا لاعبين ونعرف، وانت لاعب يا خالد تعرف لما يصير للمنافس حقك قاعد يفوز انت تدخل تحت ضغط، وهذا اللي صار اليوم. خلاص، انا هذا وجهه نظري انا. طيب بس بهذا الاداء ما نوصل رابع. ليش؟ الصين لعبه يا جماعه ترى ب10 لاعبين من الشوط الاول، هذا واحد. 2 ما في فرص كثيره جالسين نخلقها. 3 رتم المنتخب بطيء جدا. 4 شكل الهجومي غايب. شكل الهجومي غايب بصراحه. اجتهادات من بعض اللاعبين. مباراه اليابان جيبوا 3 نقاط نضمن التأهل 100%، لكن الوضع الفني مقلق. ما نخوف، لكن الوضع الفني مقلق. امام فريق ب10 لاعبين ما قدرنا نسجل هدف. اجل امام اليابان وش حنسوي؟ وهذا اللي نقوله، يعني احنا والله العظيم نطمح ونتمنى بامر الله انه نحقق 9 نقاط ان شاء الله. يا رب او 7 نقاط على اقل تقدير. لكن احنا بنتكلم عن الشكل الفني وتحديدا الجانب الهجومي. احنا ما احنا قاعدين نخلق فرص، ما احنا قاعدين نسجل اهداف. خلونا بس نطلع شويه من النظره التشاؤميه. خلونا على النظره الايجابيه. وش الايجابيات اللي نملي عليها اليوم؟ مباراه اليابان والبحرين واستراليا، وش ابرز الايجابيات اللي نبني عليها؟ اللاعبين، السلاح اللي تعرف فيه منه اللاعبين. والمدرب اللي موجود. المدرب اكيد المدرب هنا المشكله. لابد من الاتحاد السعودي انه جالسه مع المدرب نفس اللي صار على الطاوله يا خالد، اهداف 4 بس، استقبل كم، وش السبب؟ خل نعالج الاسباب. عندنا في اليابان اليوم يروحون لليابان،
من بكره اول ما يصلون المفروض انه يكون اجتماع مع المدرب. ما هو لازم يعني، ترى المدرب في بعض المدربين الاجانب يقول لا تناقشني، وهذا خطا بحد ذاته. لازم تناقش على الصغيره والكبيره. من اللي يناقش؟ رئيس الاتحاد السعودي. ما وش دخله في رئيس الاتحاد؟ يا اخي رئيس الاتحاد السعودي انا عندي. لا وقف لحظه. وش دخلني؟ خليني اكمل. طيب خليني بقول لك شيء، انا بعطيك اياه الان. لما تقولي بتناقشني، رئيس الاتحاد السعودي له في الجوانب الاداريه، في الامور الفنيه، يقول ايش دخلك؟ يا اخي انا رئيس الاتحاد اذا بيناقشه اسمعني، اذا بيناقشه الاستاذ ياسر المسحل في الامور الفنيه، هذه خربطه كره قدم. ما كملت اصلا على اساس انك تقول لي ياسر المسحل. انا رئيس الاتحاد السعودي محمد الدعيه، لي مستشارين حمد المنتشري، احمد عطيف، خالد شنيف، لجنه فنيه. تعالوا اقعدوا مع المدرب. يعني كلهم لاعبين. المفروض انه يكون في لجنه. المفروض رئيس الاتحاد، ولا هو رئيس الاتحاد السعودي هو اللي يقرر يا خالد. من اللي يقرر؟ قال لي انا يعني لما احط حمد المنتشري هو اللي يقرر؟ لا، انا شايف اشياء اللجنه هذه اللي عندي تقول والله تعال يا ياسر ترى في كذا 1 2 3 4، يعني ما فيها مشكله ترى على فكره انهم يجون يقعدون معه. في لجنه في لجنه اساسا. انا اسالك سؤال، انا اقول لك انا ما ادري. في لجنه ما ادري انا ايش درينا. احنا ما عندنا دقائق اللعب اللي لعبوها لاعبين المنتخب السعودي اللي بدوا 11 لاعب من بدايه الموسم، طبعا مع انديتهم. دقائق اللعب فقط مع انديتهم. علاهم سالم 3200 دقيقه، نواف بوشل 2400 دقيقه، فيصل الغامدي 2000 دقيقه، 2052، مصعب الجوير 2128، يليه فراس البركان 1900، حسن كادش 1800 وشيء، ناصر الدوسري 1500، حسان تنبكتي 1400، ومن ثم باقي لك 3 لاعبين: ايمن يحيى 816، نواف العقيدي 720، سعود عبد الحميد 528. يعني النسبة جيدة على المحترفين اللي موجودين، نسبة جيدة وعلى السابق. لكن ابو الوليد حتى لو يعتذر بنسبة المشاركة، احنا لما نرجع في الفترة السابقة لتقييم ريناد مع هذه اللي حط هو عذر ان اللعيبة ما يشاركون بشكل دائم. لما ترجع لما كانوا اللعيبة يشاركون بشكل دائم، اللعيبة في 2018 2019 2020 مع ريناد ما كان على المستوى التهديفي نفس الحكايه. طيب انت الان بالنسبه لنا الان في مباراه مثل هذه، خلينا ناخذ النقطه الايجابيه، ما نكون سلبيين. الاهم 3 نقاط ولا الاداء؟ لا 3 نقاط بس. اللي يخوفك ابو الوليد ان الاداء هذا يعني ما هو استكانه على قولتهم. ال3 مباريات القادمه بهذا الاداء اللي امام البحرين، اليابان، باكرر مره ثانيه، البحرين، استراليا، كم نقطه تجيب؟ بالاداء اللي اليوم والله صعب، والله ممكن، والله اذا كنت محمد قال 0. اذا كنت متفائل ممكن 4 نقاط. 4 نقاط. انا اذا كنت متفائل ممكن 4 نقاط. انا بهذا الاداء بالاداء اللي اليوم شوف اليوم هو يقول ما احنا تحت ضغط المدرب، صح؟ لا احنا تحت ضغط اليوم. حتى يمكن اللي انت قلته وسؤالك انه لما سجل هدف يخاف انه يستقبل. صحيح. انا قلت لك في اثناء المباراه وانا متفرج، واللي سالته بنفس الطريقه، يعني معناته ان اللاعبين بيحافظون على النتيجه، اهم شيء عندهم 3 نقاط. لكن قدام اليابان ند اعتقد ان اللاعبين اللي ضيعوا الفرص اللي اليوم صارت سهله. طيب. المفروض لو فيه مدرب. ما جاوبتني انت كم؟ انا اضمن ان الفوز على اليابان اذا لعبت اليابان بالتشكيله الثانيه فانه صعبه. بالتشكيله الثانيه. طيب لكن بالتشكيله الاول ما اعتقد. ما جاوبت. انا 6 انا امام البحرين. لو اخذنا 6 بنتاهل ان شاء الله باذن الله امام البحرين واستراليا. انا اتوقع الامنيه بالنسبه لي ناخذ 7، لكن الصعب اني اشوف ممكن مباراه استراليا هو اللي نقدر نكسبها. طيب يسال عن الجوير احمد عطيف، سؤال كابتن احمد عطيف: خروج مصعب الجوير خطا من المدرب، قله صناعه الفرص، قلت صناعه الفرص، وشاهدنا تراجع في مستوى خط الوسط وقله الفاعليه الهجوميه، والحديث عن الجوير. شوف مصعب ما حد يختلف على امكانياته. انا تغيير الجوير حتى لو كان تغييره كان خاطئ، لكن انا صناعه الفرص ليس بلاعب معين. انا صناعه الفرص لما اتكلم عن الافكار الهجوميه، ما في. انت اليوم لما تشوف الافكار الهجوميه لما توصل خط في الثلث الاخير للمنتخب السعودي، سعود دائما بالحاله، سالم يحاول بالحل الفردي، الزياده العدديه ما في. ان كان في عرضيات ما في زياده عدديه من الجهه الثانيه، ان كان لعبنا في العمق ما في زياده من 2 محاور، ما في افكار. بغض هذه افكار ريناد.
اليوم انت لو تشوف فيصل وناصر يعني طول المباراه قريبين من بعض، مع ان المنتخب الصيني ما عنده ذيك الامكانيات ان انت تخاف منه. المفروض انك تطلع اثنين من واحد من محاور يسوي زياده في العمق الملعب، ومصعب يسوي زياده في داخل 18. ما شفنا هذه الافكار حتى على مستوى لما تروح الكره على الجوانب. سعود دائما يحاول بالحل الفردي، ايمن يحيى ما في افكار هجوميه.